بُص، مسألة زي دي كده ممكن تيجي لك في الامتحان عادي جدًا، فكرة أو بنفس الشكل بالضبط ييجي لك مثلًا يزوّد لك فرص كمان والّا حاجة، حلو؟ المسألة الكود بتاعها 2.91 وهاسيب لك الصورة بتاعتها. المسألة عاملة إزاي؟ بسم الله، أعمل الإكس كده، الواي، الزد، أي هنا كده عشان نقطة A. عايزك تركّز بقى كويس جدًا. قال لك إن هنا كده ثواني نعمل ده كده اللي هو negative y وده كده negative x axis negative y. قال لك والله إن النواة ده في نقطة B. نقطة B عاملة إزاي؟ والله عاملة كده كده بقى عاملة angle والله مع negative y 45 و الطول بتاعها ده كده 4.5 بس إيه مش هنعمله على الرسم عشان إيه ما يصعبش الدنيا. حلو. ووالله قال لك إن أنت عندك نقطة C. فين نقطة C؟ نقطة C هنا كده ورا هنا كده بس كده وقال لك دي إن وقال لك أهي C أهي والفورس خارجة من A لC وفي فورس خارجة من A لB. عايز تركيز بقى دلوقتي في الإيه؟ في الأرقام بتاعة الإحداثيات عشان هي دي المشكلة. هنسمي بالله ونصلي على النبي ونبدأ بسم الله. أول حاجة الزد 6 هو عاملها لك، عامل لك 6 في الصورة. ده البعد اللي بين الأوريجين والإيه اللي هو إيه على زد أكسيس. حلو أوي. دلوقتي عامل لك 3 عاملها لك كده عامل effect كده وعامل لك عليه 3. إيه ال3 ديّة؟ ال3 اللي هي موازية للإكس. حلو. بس في النيجاتيف إكس. طب دي بتاعة إيه؟ بتاعة النقطة C. لو واخد بالك هو عامل لك خط كده بس أنا مش عايز أعمله عشان ما نلخبطش أكتر. فمعنى كده إن الC بينها أهي 3 بينها وبين الY اللي هو إيه حبة بتوع الإكس. كلام جميل. وعامل لك خط هنا كده عامل هنا كده وقايل لك إن دي 6. طب ال6 دي بتاعة إيه؟ والله 6 دي بتاعة بُص هنخلي البنا كده عشان ما نلخبطش. 6 دي بتاعة الإيه؟ بتاعة الC اللي هو الحبة اللي الC مشيتها في الY. ماشي. طبعًا هي في الرسمة مرسومة أحسن من كده. وقال لك والله إن الOB بيساوي 4.5. فدلوقتي إحنا عايزين نركّز وعايزين نجيبها بالراحة بهدوء. بُص، أول حاجة هنجيب الcoordinate بتاعة ال3 إيه 3 points اللي عندنا. فنقطة إيه؟ هو قايلها لك فين؟ 0 و0 و6 دي ما فيهاش مشاكل. هو قال لك بس إنها طلعت 6 في الZ وهي باينة إنها في الإيه على Z axis. عايزين نركّز بقى دلوقتي في نقطة إيه أول. تعالَ نجيب نقطة C أولًا. نقطة C بكام؟ والله C مشت قد إيه في الX؟ والله C أهي مشت في الX ورا 3. ال3 اللي هي ديّة. ماشي. في الpositive والّا negative؟ لأ قُلنا لورا ففي الnegative 3. كلام جميل. مشت في الY كام؟ والله مشت في الY كده 6. هو عاملها لك أهي. حلو. في الpositive والّا negative؟ لا والله negative ده negative 6. حلو أوي. طلعت قد إيه؟ والله هي ما طلعتش، هي باين عليها في الرسمة إن هي على الأرض. حلو. ممكن مش باينة هنا، بس هي في الرسمة باين إنها على الأرض. هو ما ادّالكش أصلًا ليها إيه ارتفاع. فوالله صفر. كلام جميل. هنيجي لنقطة بقى B وعايزك تركّز معايا. B كل اللي هو عملها لك قال لك إن الOB ب4.5 متر. طب ال4.5 دي الإيه؟ ده الوتر. عايزك بقى تجيب لي المثلث ده كده، المثلث اللي هو الOB أو قطعة OB. وافرض مثلًا إن أنت عندك هنا كده هنفترض إن هو مثلث. قال لك الزاوية دي 45 وقال لك إن طولها ب4.5. فإحنا عايزين نجيب البُعد ده. ففرضنا مثلًا إن ديّة مثلًا X أو M مثلًا. عايزين نجيب الOM وعايزين نجيب الMB. الOM ده فوق هو الإيه، هو مشت قد إيه في الY. حلو. والMB مشت قد إيه في الX. حلو. تاني إحنا هنفترض إن في مثلث أهو، هو مثلث هنا كده. الفكرة في إيه، الفكرة إن هو عاملها لك الOB مدّيها لك ب4.5. فإحنا عايزين نجيب مشت قد إيه في الY ومشت قد إيه في الX. فوالله بسيطة زي ما إحنا هتجيب طبعًا ده قائم. إحنا هتجيب إن إحنا عايزين نجيب الOM مثلًا. فالOM هيساوي 4.5 كوزين 45 عشان هو جنبه. والMB هيساوي 4.5 ساين 45. هنيجي بقى نجيبها فوق. فوالله الON مثلًا الM هنا كده أهي بكام؟ ب4.5 كوزين 45 في الإيه، في الY نيجاتيف عشان هو مشاش في الpositive Y فهو ورا. قصدي شمال. الشمال ده اللي هو الإيه، النيجاتيف Y. فمشت والله في النيجاتيف Y نيجاتيف 4.5
كوزاين 45. كلام جميل. في الإكس والله هو مشي في الإكس كده، طب كده دي معناها لتحت صح؟ اللي هو عادي كده. ف ففي الpositive X فيبقى مشي في الpositive X كام؟ 4.5 sin 45. طلع أو نزل؟ لأ ما طلعش أو نزل. فالZ بتاعها ب0. تاني وبالراحة. الC جبناها إزاي؟ جبناها بالنقط أو بالأرقام اللي هو مديها لك في المسألة. والله هو قال لك مشت كده 3 بس لورا، وقال لك والله إن هي مشت كده 6 اللي هو في النيجاتيف Y وما طلعتش ولا نزلت. كلام جميل. طب البي إن هو ادالك الوتر بتاعها ب4.5 واداك انجل ب45، فانت هتجيب مشهد في الاكس كام ومشهد في الواي كام. هتفرض ان هو مثلث بره كده وتجيب كام دي كام ودي كام وتشوفها دي اكس وواي وهكذا. حلو، فاحنا كده جبنا الايه الثلاث نقط. دي بقى مساله ايه؟ دي مساله الكوردينتس اللي هي الحاله تقريبا الثالثه او الرابعه اللي كنا شارحينها في فيديو الاساسيات، اللي هو انت هتجيب النقطتين وهتشوف الاتجاه بتاعه وهتقسم وتجيب اليونت فيكتور وكده. فاحنا والله عندنا تو فورسز اف بي واف سي. حلو. اف بي بكام؟ والله اف بي بتساوي 900 نيوتن، والاف سي بتساوي 600 نيوتن. فاحنا عايزين نجيب الاي بي اللي هو الدايركشن بتاع الاف بي. عشان نجيب الاي بي هتبقى ازاي؟ هيبقى نقطة بي ناقص نقطة ايه. حلو، اللي هو هيساوي ايه؟ والله هيساوي 4.5 ساين 45 ناقص صفر اللي هيكون 4.5 ساين 45. حلو. هنجيب الواي كومبوننت هيبقى سالب 4.5 كوزين 45 ناقص صفر فيفضل سالب 4.5 كوزين 45. والله دلوقتي هنجيب الزد صفر ناقص 6 بسالب 6. هنسيبها كده بأمانة شكلها مش حلو عشان احنا مش هنقرب ولا حاجة، هي نقطة أو فاحنا مش هنقرب يعني، فاهم؟ هي مش هنحتاجها دلوقتي، احنا مش هنقدر نشتغل كده هنتضايق. فانت والله هتقول 4.5 سالب 45 بكام؟ ب 3.18. هو المفروض 198 فاحنا نقربها ل2 كده يبقى احنا ايه سهلنا الدنيا، وهكذا اللي جنبها عشان السنة هي زي الكوساين يعني، ودي سالب 6. فكده جبنا الاي بي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ والله احنا بقى دلوقتي هنجيب الماجنتيود بتاع الاي بي. هو هيساوي كام؟ هيساوي روت الرقم الاولاني بلس زي ما تاني زائد 6 سكوير هيساوي 15 على 2 اللي هي 7 ونص، يساوي 7 ونص. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب اليونت فيكتور بتاع الاي بي. اليونت فيكتور هيساوي ايه؟ هيساوي الفيكتور على على الماجنتيود، هيساوي 3.182 على 7.5 كوما سالب 3.182 على 7.5 كوما نيجاتيف 6 على 7.5. كده احنا جبنا اليونت فيكتور. عايزين بقى نجيب الاف كومبوننتس، فهتقول والله ان الاف هيساوي ال 900 اللي هي الماجنتيود بتاعها في اليونت فيكتور. بنضربه ازاي؟ بنضربه ضرب اسمه دوت برودكت. ما اعرفش انت سمعت عنه قبل كده ولا لا. لو انت كنت ثانويه عامه فانت اكيد سمعت عنه اللي هو الضرب القياسي وانت عارفها. طب لو ما سمعتش عنه هنشرح لك كده وكده في المحاضره الجايه، وبنحتاجه في ايه ومعناه ايه اصلا وكده. بس عامه احنا هنضرب كل واحد في ايه في كل كومبوننت، هنضرب 900 دي في كل ايه كومبوننت. هنكتب نفس الكومبوننت تاني اللي هي ده وده وده، فيطلع لك بكام بقى؟ 720. فاحنا كده جبنا اف بي كفيكتور باف بي. حلو. ايه الاف سي؟ سوري لو الشاشه ما كانتش باينه بس انت كنت سامع الكلام. زي ما قلنا ان احنا هنجيب الفيكتور على الماجنتيود بتاعه، الفيكتور على الماجنتيود، الفيكتور على الماجنتيود، جبنا اليونت فيكتور وبعدين ضربنا الفورس في اليونت فيكتور ده. الفورس اللي هي كانت 900 الماجنتيود بتاعها يعني في اليونت فيكتور، قلنا دوت برودكت واللي هيتشرح. حلو. وبعدين ايه ضربناهم طلع بالرقم ده. الاف سي هتيجي ازاي؟ هتجيب والله نفس اللي احنا عملناه تاني. هتجيب الاي سي هتشوفها بكام، وبعدين تجيبها كفيكتور، وبعدين تجيب الماجنتيود بتاعها، وبعد ما تجيب الماجنتيود بتاعها تقول ايه ان الاف سي والله بتساوي الرقم اللي هو 600 في اليونت فيكتور اللي هو الايه اليونت فيكتور بتاع الاي سي. هيطلع لك برضه بايه بثلاثه كومبوننت. نفس اللي احنا عملناه هنا هنعمله تاني، فمش هعمله معاك ايه تاني. حلو. هو طالب ايه في السؤال؟ طالب الدايركشن انجلز بتاعت الريزلتنت. لو هنجيب الدايركشن انجلز ازاي؟ انت دلوقتي هتجيب اف بي وجبت اف بي واف سي، هتجيب الريزلتنت هتجيبه ازاي؟ هتجمعهم على بعض، وبعد ما تجيبه هيحس شرحين واحده زيها. اللي هو هنعمل ايه؟ هتجيب والله الكومبوننت على الفيكتور كومبوننت على الماجنتيود. يعني مثلا هنا لو افترضنا ان الماجنتيود ده اللي هو 900 صح؟ احنا عايزين نجيب
ايه الالفا بتاعته، فانت بتقول 381.84 على 900 تشوف شيفت تاني بتاعها، فدي كده الزاويه. وانا اشرح لك واحده زيها فمش هنخليها تاني ما نضيعش وقت. حلو. دلوقتي بقى هنحل مساله محترمه بجد. هي بصراحه ممكن تكون يعني اعلى سيكه مستوى الامتحان، ولما ما فهمتهاش عادي، مساله تقيله. حلو. فاشرح حاجه كده وتعالى وركز معايا. اوه ياه بسم الله. دلوقتي المساله الكود بتاعها 2.97 في الشيت، و هسيب لك الصوره بتاعتها. بص زي ما قلت لك مساله تقيله، بس لو ركزنا تيجي سهله. لو انت كنت بتحب الهندسه بتاعت اعدادي وكده فالموضوع سهل. بسم الله. شكل المساله والله هو قال لك كده 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 اكيد مش هرسم الباب يعني. حلو. والله بص بقى، هو كل الفكره هو مديك بص نقرا السؤال. قال لك the door is held opened by means of two chains. قال لك في اتنين سلسلتين ماسكين اللي هي الاي بي والسي بي. حلو. قال لك لو التنشن في الاي بي والسي دي 300 و250 respectively، يعني ايه بالترتيب اللي هو الاي بي ب 300 والسي دي ب 250. قال لك عايزين نعملهم في الكارتيزيان فيكتور فورم. الكارتيزيان اللي هو تقول الاي والجي والكيب كام. ماشي. فوالله نقطة بي اهي هي الاوريجن، مفيش فيها اي مشاكل. نقطة دي وماشي ورا شوية كده اهي نقطة دي. نقطة سي والله فوقها اهيت. ونقطة ايه هنا كده. نقطة ايه فين؟ هنا كده. فدي الاي ودي السي. احنا بقى دلوقتي عايزين نجيب الاي والسي ككوردينتس، عايزين نجيب احداثيات. حلو. انت لو جبت احداثيات المسألة خلصت. انا هجيب معاك الاحداثيات وانت تكمل المسألة. فعايزين نجيب احداثيات الاربع نقط دول والمسألة انتهت. حلو. البي البي الاوريجن صفر وصفر وصفر. طب الدي والله كل اللي هو لك في الدي ان هي على الاكس ومشت ورا كده نص. فوالله ورا يبقى نيجاتيف نص، زيرو وزيرو. هنا بقى الدماغ كلها تشتغل. بص هو اداك فاب وعامل لك شكل الباب كده 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 كده. هو اداك شكل الباب كده اهو. اوله اي وقال لك هنا سي وقال لك ان هي 2 ونص صح كده. ولو تاخد بالك هو نزل لك من الاي عمل لك كده وعملها لك كده. يعني ايه ده بقى؟ وقال لك ان الزاويه دي ب 30 درجه. حلو. ممكن نفرض حروف مثلا، ممكن نفرض ان دي ام ونفرض ان دي كي كده. وعايزك تجيب لي المثلث اي ام كده كده اهو اهو اهو. دي ايه ودي ام ودي كي. حلو. ودي الزاويه ب 30 درجه. قال لك قال لك ان الاي كي بواحد ونص. هل هو قالها لك كده؟ لا هو عاملها لك هنا. عامل لك ان دي كده بواحد ونص بس هو متوازيين يعني اكيد باب. حلو. وقال لك ان الزاويه دي ب 30. فانت عندك مثلث زي ده الوتر، فانت تقول والله ان الام كي بواحد ونص كوزاين 30، وعندك ده واحد ونص ساين 30. صح. ينفع نجيبهم بقى كأرقام عشان نسهل الدنيا على نفسنا. فده كده 75% وده 75% جذر 3. حلو. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ احنا كده جبنا الاي ام كي، فاحنا لما نرجع للرسمه الاي ام ده الاي ام في الرسمه اللي هو عامل كده هنا كده. فده الزد كومبوننت بتاع الزد كومبوننت برضه بتاع السي عشان هم متوازيين في نفس الاتجاه كده. فده الزد كومبوننت هو طلع قد هو طلع الحبه اللي هم اي ام. تمام. طب الام كي ده والله الام كي ده بدايه الباب. وانت اخد بالك في المساله بدايه الباب كانت هنا كده. وقال لك ان هو مشى كده واحد. فيبقى هو نقطه دي بتساوي بتساوي الواحد زائد الام كي. طب طلع قد والله طلع زي ما قلنا الاي ام اللي هو بوينت 75. ماشي. فدلوقتي بقى عايزين نكتبها. هنكتبها ازاي؟ والله بص نقطة مشت في الإكس أي حاجة؟ لأ. هي رجعت لورا كده. هل مشت في الإكس راحت أو رجعت؟ لأ. هي باينة من الرسم أصلا. فوالله هي مشت في الإكس صفر. مشت بقى في الواي قد والله هي مشت كده. الحبة دول كانوا قد كانوا واحد زائد الإم كي. الإم كي كان 0.75 جذر 3 اللي هو بيساوي تقريبا كام؟ قول 3. هل فهي مشت واحد وواحد وثلاثة تقريبا يعني فاتنين وثلاثة. هل في البوزيتيف ولا في النيجاتيف واي؟ لا والله في النيجاتيف واي. فتبقى سالب 2.3. طب طلعت قد والله هي طلعت الحبة اللي هم الاي ام كانوا كام؟ 0.75. كلام جميل. نيجي لنقطة سي. هل نقطة سي مشت حاجة في الاكس؟ مشت طول الباب. هو اداك اهو طول الباب بكام؟ باتنين ونص. طب في البوزيتيف ولا في النيجاتيف؟ لا والله مشت كده تبقى في النيجاتيف. تبقى نيجاتيف 2.5.
طب في الواي، والله الواي بما انهم كده نفس التوازي اهو، فمشت في الواي زي ما ايه الاي مشت، اللي هي الواحد زائد ام كي، اللي هي برضه نيجاتيف 2.3. طب في الزد طلعت قد ايه؟ برضه والله هي طلعت في الزد زي ما الاي طلع، اللي هو 0.75. حلو، تاني بالراحه، احنا كل اللي احنا عملناه ان احنا جبنا الباب، جبنا الحته دي كده، جبنا الباب طلعناه هنا، وجبنا الحته دي وعملناها ايه مثلث بره، بعدين رجعنا شفناها قد ايه على الباب، بعدين نشوفها في المساله الكبيره. انما لو فضلت ان انت تتخيل المساله الكبيره قدامك ومتخيل ان انت تقدر تجيبها لوحدك من شكل المساله الكبيره، مش هتعرف، هتبقى صعبه قوي. فانت لازم ايه تحللها كده، يعني انت ترجع تحللها كده بالراحه، عشان لما انت لو غلطت غلطه في النص الاختيارات مش هتيجي معاك، فالمساله كلها هتضيع. انما لو عملتهم بالراحه وحليت 8 بدل ما تحل 10، فيبقى احسن لك. حلو كده، والله احنا جبنا الاربع بوينت. كل اللي احنا لسه محتاجينه ايه؟ والله احنا محتاجين نقطه اي بي، قصدي الفيكتور اي بي، اللي هو هيساوي بي ناقص ايه. حلو، اللي هو هيساوي صفر 2.3 نيجاتيف 0.75. حلو جدا. وهنحتاج تاني فورس اللي هي اتجاهها سي دي، هو هيساوي دي ناقص سي، اللي هو سالب نص ناقص 2.5، اللي هو يبقى 2 كوما 2.2.3 كوما نيجاتيف. حلو قوي الكلام ده. حلو، احنا كده جبنا الاي بي كفيكتور وجبنا السي دي كفيكتور. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ والله انت الموضوع بسيط. تاني حاجه هتجيب اليونت فيكتور بتاع الاي بي واليونت فيكتور بتاع السي دي. حلو، طبعا انت عارف تجيبهم ازاي. طب بعد ما تجيبهم هتجيب والله اف بي، او اسمها اف اي، هيساوي الماجنتيود بتاعها في دوت برودكت في اليونت فيكتور اللي انت جبته. حلو، هيطلع لك ثلاثه كومبوننت اللي هو الاكس والواي وزد. وهتجيب الاف دي، او اسمها اف سي. هنجيب الاف سي ازاي؟ هو مديك الماجنتيود بتاعها اللي هو 250، والله هتضربها في اليونت فيكتور بتاع السي دي اللي انت جبتها. هو ده السي دي كفيكتور. هتجيب اليونت فيكتور ازاي؟ هتجيب الماجنتيود، تقسم كل نقطه على الماجنتيود، وبعدين تضربها ايه في الفورس بس. هو ده كل اللي هو عايزه. طب مثلا نفترض ان هو محتاج الريزلتنت كمان بتاعهم، هتجمع الفورس ده والفورس ده في الريزلتنت. عايز ماجنتيود الريزلتنت هتجيبه بالسكوير روت. عايز انجلز، قلنا هنجيبها ازاي. حلو كده. فممكن اقول لك ان المساله دي شويه مثلا صعبه، ما تجيش في امتحان. لو ما فهمتهاش من اول مره ممكن تعيدها تاني. بس كده الحمد لله احنا كده قدرنا نخلص ليكتشر 1. لو لسه عندك اي اسئله، انا عامل جروب على الواتساب، هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن. لو انت في هندسه القاهره كده وكده في جروب المواد، وانا ان شاء الله هكون فيه. ولو انت كنت في اي هندسه تانيه فالجروب ده لاي اسئله انت محتاجها. حلو، اتمنى ان انا اكون فدتك. مع السلامه.